السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. راح أبلش وياكم هنا شلون راح أول مرة ننظم الخيط مالت الماكينة. هنا عندي هذا المكان طبعا صغير مالت البكرة، خليت قلم جاف فارغ وثبتت البكرة الكبيرة عليه. هنا هذا المكان أول مكان راح نمرر الخيط من عنده هو هذا المكان العتلة. بعدين نمرره بالميزانية. الميزانية راح تكون هي اللي نتحكم بتضييق الخيط ويعني مروره بسهولة. بعدين تجي ورانا هاي العتلة التحت، ندخل الخيط من تحتها، نرفع العتلة الثانية ونمرر الخيط. طبعا هي مراحل راح تجيكم يعني مرحلة مرحلة. بعدين هنا اكو مكان تمرير، وفوق الإبرة همينة مكان تمرير، بكل مكان المرة. وبعدين نلطم الإبرة. طبعا اكو إبر جانبية تجي، وهذه لا البرذر تكون الإبر مالتها يعني من الأمام للخلف. نجي على بيت المكوك، من تضبطين الإبر والخيط يعني اللضم طريقته الصحيحة. وبيت المكوك راح يكون عندك خياطة تمام إذا ما بها أي عطل الماكينة. هنا نضبط بيت المكوك بداخل المكوك ونمرره بالفتحة مالته. طبعا اكو فتحتين بيه، وهنا اكو برغ صغير، هذا هنا تضيقي وترخيه بحيث يضبط الخيط. هنا اذا شفتي الخيط يعني كلش قوي حاولي ترخيه من البرغي، بهيج حالة ما راح يتم عندك، راح تقطع البكرة الإبرة العفو عندك. اخلي الخيط ينزل بكل سهولة من المكوك حتى يصير الخياط مضبوط، والزم من المكان المخصص له وارجعه. لازم اسمع طقة بيت المكوك، يلا تعرفي انه تعشق بالمكان الصحيح. اذا شفتي استمر عندك التخريز بالماكينة او بالخيوط من جوا، تروحين تضبطين الميزانية. يعني الميزانية لازم تكون على الرقم، تمشين انت وتجربين على اي رقم تحتاجي، مثلا 1 2 يتضبط عندك. يعني انت وتخيطين تسحبين الخيط وتحركي الرقم 1، ما نفع تحركي رقم 2 الى ان تضبط عندك الميزانية. يعني انا مثلا هسه هنا تضبط عندي 5، مو شرط عندك همينة 5، فتحاولين تجربين. هنا عندك الميزانية هم تحاولين تشوفين مكان. هنا اكو برغي يقوي الخيط، يدفع يعني العتلة على الخيط، فمن تسحبين الخيط تشوفيه كلش قوي، معناته هنا لازم ترخين هذا البرغي. او مثلا اذا كلش يعني راخي يعني بسهولة حيل حيل يجي، لازم تضبيه. فهنا همينة هاي فد ملاحظة يعني لازم تنتبهي لها. طبعا هو هذا الكلام للمبتدئات. اكو هاي عتلة هنا موجودة، هذه للفيزون، للقماش الفانيلة اللي ما يمشي عندك مثلا بسهولة. هنا نبي 3 أرقام، تحاول من تضغطين على رقم 1 أو تنزلي على الصفر، راح تشوفين الباية تنزل تضغط على قماش. راح يكون الخياط عندك يعني زين ومضبوط. وانتي تظلين همين تحاولين على رقم 1 رقم 2 لأن هي بيها 3 أرقام. هسه نبدي نزيت الماكينة. طبعا لإدامة الماكينة لازم نزيتها بين فترة وفترة، وإذا كان الشغل هواية يعني الخياط بيها هواي لازم مثل 2 بالأسبوع، والمعتاد هو مرة بالشهر يعني نزيتها وننظفها، لأن حتى التراب أو أي شيء يعرقلها الخياط ويطلع ما مضبوط. شوفوا أنا يعني هاي ما أتأخر بتزييتها، ومع ذلك من التراب والجو تتوسخ بسرعة. هنا عندي بأي عتلة بأي مكان متحرك بأي برغي أشوفه أخلي زيت، نقطة زيت على كل مكان، قطرة قطرة. أنا مزيتتها الماكينة طبعا قبل أسبوع،
وهذا الأسبوع الثاني. بس أحب أزيتها لأن أشوفها حتى من أشتغل بها تكون حركتها كلش يعني مريحة وزينة بالخياط. والبروانة هاي أحركها حتى يتعشق الزيت بداخل الماكينة، أو العتلات اللي هي تتحرك بداخل الماكينة. كل مكان، كل فتحة، كل مكان برغي قطرة قطرة أخليها. هنا أنا عندي العتلة مالت الأوبرا هم أخلي لها قطرة لسهولة الحركة بالصعود والنزول. عندي هنا بيت المكوك أيضا أخلي له زيت أزيته. هاي هنا بهالطريقة أفتح البيت مالت المكوك. من راح تبدين تفتحين الماكينة وتشديها على ايدك تتعلميلها مرة مرتين، تصير عندك كلش سهلة، ما يحتاج توديها للمصلح وازيتها وانطي ذاك الحساب عليه، كلش بسيطة. انت بايدك كل شي تقدرين تسوين. حتى مرات يصير عندك هنا بالداخل خيوط ما تشوفيها انت تحت المكوك يصير هذا هم يأثر على الخياط، فلازم احنا ننتبه لهذه الملاحظة. إن شاء الله راح يكون هذا الفيديو مفيد للمبتدئات، وكيفية لضم الخيط والمكوك وتزييت الماكينة وتنظيفها. في أمان الله وحفظه.